دي باني وهي بنوتة داخلة الجامعة بقلب مفتوح للحياة. علاقتها الأولى في الحب انتهت بشكل مش حلو، لكن اتجمع حواليها شباب شكلهم حلو وبيتمنوا رضاها، وهي دلوقتي مش عارفة قلبها يكون مع مين فيهم. جي يول بيوصل باني لحد باب بيتها وهم مبسوطين جدا وبيودعوا بعض بحب. تاني يوم الصبح بيروح ياخدها من بيتها عشان يروحوا الجامعة سوا، وأول ما صحابه بيشوفوه ماسك إيد باني بيتفاجئوا، ولما بيعرفوا إنها بقت حبيبته بيفرحوا له، وكمان صحاب باني بيفرحوا عشانها. جي وون بيحاول يبين إنه فرحان لما باني قالت له على علاقتها بجي يول، بس الحقيقة إنه كان متضايق ومجروح. بيعدي شوية شهور وعلاقتهم بتفضل قوية وبتتحسن كمان مع الوقت، وفي وقت قصير بيحتفلوا بمرور 100 يوم على علاقتهم. وفي اليوم ده وهم بيحتفلوا باني بتحكي له عن لحظات عيلتها السعيدة وازاي هي قريبة من والدها. جي يول بيفضفض لها وقتها انه مش عارف يصلح علاقته مع مامته وان علاقته بيها مش كويسة، فباني اقترحت عليه يزورها لما يكون فاضي، ومسكت موبايله وبعتت لها رسالة انه عاوز يقابلها، وحطت لها قلب عشان تقلل التوتر في علاقتهم. كل حاجة بتبقى ماشية كويس لحد ما بونج سو فاكرينه حبيبها الأول بيرجع الجامعة وبيتعصب لما بيظن بالغلط ان باني مرتبطة بجي وون الولد الغني، فبيبقى حاقد عليها لانها دمرت سمعته في الجامعة وهي سعيدة مع حبيبها الغني دلوقتي، فبيفقد أعصابه وبيتهجم عليها وهي بتشتغل على مشروعها بالليل. في نفس اللحظة جي يول بيتصل بيها عشان يطمن عليها، لكنه سمع صوت صريخها فجري بسرعة عشان ينقذها. بونج سو دمر تمثالها وكان هيضربها، لكن جي وون وصل في الوقت المناسب ومنعه وطلب منها تتصل بالشرطة بسرعة. لما جي يول بيوصل الشرطة بتكون خلاص قبضت على بونج سو. بونج سو هو بيتشد من رجال الشرطة بيقول إن ده سوء تفاهم وحبيبها جي وون فهم غلط. جي يول لما بيسمع إن جي وون حبيبها بيبص ليه باستغراب. بعد اللي حصل جي يول بيمشي مع باني لحد بيتها وبيتأكد إنها بخير. تاني يوم حد بينزل منشور على جروب الكلية عن اللي حصل، وقال إن جي وون هو حبيب باني، والناس بدأت تعلق وتقول على جي وون إن الأمير الساحر اللي كل بنت بتتمناه. الطلبة ساعتها افتكروا إن شجرة الاعترافات حققت المعجزة وخلتهم يتوعدوا. باني لما شافت المنشور خافت إنه يضايق جي يول فكلمته عشان تطمن عليه. هو كذب عليها وقال لها إنه مش زعلان. وبما ان يوم تقييم التماثيل بتاع نهاية السنة اللي هيحدد القطعة الفائزة بالمنحة قرب، باني بتقرر تشتغل طول الليل عشان تصلح اللي حصل في التمثال بتاعها، وكالعادة جي وون بيعرض عليها انه يساعدها. في نفس الليلة جي يول راح يودي اكل لباني عشان اكيد مركزة في التمثال بتاعها ونسيت تاكل، فشاف وقتها قد ايه جي وون قريب منها، فقرر يواجه جي وون وطلب منه يا يبعد شوية عن باني يا يسافر امريكا لان الوضع بقى مش مريح ليه. ولما باني رجعت البيت كانت قلقانة ان تمثالها ما يكسبش، فاتكلمت مع اهلها عن الموضوع، فهم طمنوها انهم يقدروا يغطوا مصاريف الجامعه لو ما خدتش المنحه. بعدها باني ركزت بكل طاقتها على شغلها وكان جي وون دايما جنبها. جي يول كمان حاول يكون موجود لكنه كان قلقان من قربها الزياده من جي وون. وفي يوم وهي بتظبط التمثال طلب منها تبعت له رساله اول ما توصل البيت لانها كانت سهرانه على التمثال، لكنها نسيت عشان موبايلها فصل. فاليوم اللي بعديه جي يول حاول يتواصل مع باني لكن تليفونها كان مقفول. من كتر قلقه راح يزورها في بيتها، اهلها استقبلوه ورحبوا بيه، ولما باني صحيت اتفاجئت بيه قاعد على السفرة بتاعتهم، وعرفت انه كان بيحاول يكلمها من امبارح. اعتذرت له لانها كانت مرهقه ونامت من التعب ونسيت تبعت له رساله، ووعدته انها مش هتعمل كده تاني. هو سامحها وبالرغم من انه واثق في باني غيرته كانت بتزيد يوم عن يوم، خصوصا لما راح لها في يوم ولقاها نايمه وجي وون بيغطيها بالبطانيه. وقتها اتضايق وحاول يكتم غيرته ويهدي نفسه، خصوصا ان باني مشغوله انها تكسب المنحه. يوم تقييم التماثيل بيجي وللاسف التمثال بتاع باني ما بيكسبش، فبتزعل وبتتاثر جدا، وكانت لسه بتحاول تستوعب الخساره جت لها مكالمه من مامتها بتقول لها فيها ان باباها اتنصب عليه من صاحبه وخسر كل الفلوس اللي كانوا محوشينها. في نفس الوقت جي يول بيوصل له خبر حلو ان فريقه اتأهل للمرحله الجايه من المسابقه اللي اشتركوا فيها. فرح جدا وكلم باني عشان يشاركها الفرحه، وهي فعلا فرحت له من قلبها. عرض عليها تيجي تحتفل معاه لكنها رفضت وقالت له انها تعبانه وعايزه ترتاح شويه، وعرفته ان التمثال بتاعها ما كسبش. بعد اللي حصل بو بي وكوتون نيم قرروا يخرجوا باني من المود الوحش اللي هي فيه وخلوا جي يون يجي معاهم كمان. باني فتحت قلبها ليهم وحكت عن المشكله الماديه اللي بتواجه اهلها وانها خايفه من المستقبل ومش عارفه هتعمل ايه. في نفس الوقت جي يول قرر ما يخرجش مع اصحابه وبيبعت رساله لباني عشان يسالها لو حابه يتعشوا سوا، لكن صحابه وهم رايحين يحتفلوا بيشوفوا باني قاعده في مطعم مع اصحابها، فبيكلموا جي يول وبيقولوا له على اللي شافوه. هو بيتفاجئ وبيسالهم عن المكان بسرعه. صحاب باني بيقرروا يمشوا، بو بي وكوتون نيم بيمشوا الاول وجي وون بيستنى مع باني لحد ما يوصل تاكسي يوصلها بيتها. وهم مستنيين باني بدات تنام وجي وون بيخليها تسند راسها على كتفه. جي يول بيوصل
بيوصل وبيشوف المنظر ده وبيغضب، بيواجه جيون وبيقول له يبطل يتخطى حدوده، وبعديها بياخد باني منه اللي كانت سكرانه وبيرجعها بيتها. مامتها شكرته على تعبه وساعدت باني تدخل تنام على سريرها. تاني يوم الصبح باني بتصحى وبتفتكر الكلام اللي قاله جيول لجيون وبتحس انها عملت حاجه غلط. بتحاول تعتذر لجيول لكن المره دي مش بيقدر يسامحها وبيفضل زعلان. الايام بتعدي وباني بتفضل متردده تبدا الكلام معاه لانها بتبقى حاسه بالذنب وخايفه يكون فقد الثقه فيها تماما. في الوقت ده بتقابل جيون وبتتكلم معاه بشكل واضح وصريح وبتقول له ان لازم يكون في حدود بينهم من دلوقتي. في الناحية التانية جيول بيبقى في مود كئيب وبيحاول يركز على المسابقة الجاية. هو ودونغها بيطلبوا أكل وبيتفاجئوا إن اللي بيوصل الطلبية هو والد باني. وقتها والد باني بيطلب من جيول ما يقولش لباني عن شغل الجديد في التوصيل. في الجامعة الدكتورة المشرفة على باني واللي كانت عارفة بظروفها عرضت عليها تقدم على منحة دراسية بره البلد وقالت لها إنها تكتب لها خطاب توصية يساعدها في إنها تاخد المنحة. باني بعد ما قابلت كوتن نيم صاحبتها اللي شجعتها إنها تكلم جيول قررت فعلا إنها تروح تتكلم معاه. ولما خرجت من البيت لقيت جيول واقف قدامها لان هو كمان كان بيفكر فيها وعايز يشوفها. اهل باني عزموه يدخل وسابوهم لوحدهم عشان يتكلموا براحتهم. باني ساعتها حكت له عن الضغط اللي كانت فيه بسبب مشكله ابوها وان الليله دي اصدقائها اجبروها تنزل معاهم وهي كانت محتاجه حد تتكلم معاه ضروري وما رضيتش تقول له عشان ما تضيعش فرحته بالمسابقه. وقالت له كمان انها ناويه تقدم على منحه للدراسه في امريكا. وقرروا من اللحظه دي انهم يعتمدوا على بعض اكتر وقعدوا يتفرجوا سوا على البوم صور باني وهي صغيره. وهم بيتفرجوا على البوم الصور جيول لاحظ صوره لباني مع جارهم القديم اللي كان شكله وسيم وسألها لو ده كان أول حب في حياتها لأن نظراتها كانت مختلفة في الصورة. باني اتحرجت وما قدرتش ترد. قاطعهم والد باني وقال لهم إن في تلج بينزل بره. كلهم طلعوا يتفرجوا على التلج وباني حست بسعادة كبيرة لأنها شاركت اللحظة دي مع جيول. في الوقت اللي باني بدأت تجهز فيه نفسها للمنحة الدراسية جيول بدأ يقلق من فكرة البعد فراح سأل دونغها عن رأيه في العلاقات عن بعد. لكن دونغها من غير أي مجاملة قال له إنها دايما بتفشل وما بتكملش وده خلى جيول يتوتر أكتر ويحس بالقلق. من ناحية تانية بما إن دراسة أخت جيون هتبدأ قريب في نيويورك طلبت منه يأجل دراسته ويسافر معاها عشان يقضوا وقت مع أهلهم هناك. جيون بيوافق على أمل إن السفر يساعده ينسى باني ويبدأ صفحة جديدة في حياته. أما باني فقدمت على المنحة وفعلا كسبتها وقررت تحتفل وتقول الخبر الحلو ده لجيول فعزمته على العشاء. بس وهم قاعدين في المطعم والدها بيظهر فجأة عشان يوصل طلبية هناك فبيبعت رسالة لجيول بيطلب منه يشغل باني شوية عشان ما تشوفوش وهو بيوصل الطلبية وتكشفه. جيول فعلا حاول يشغلها ولما باني سمعت صوت باباه وهو بيتكلم جيول لحظتها أقنعها إنها سمعت غلط. بعد العشاء باني بتقول له عن فوزها بالمنحة وجيول بيحاول يفرح لها رغم القلق اللي بيبقى جواه من فكرة البعد. وهم راجعين جيول بيجيله مكالمة من نمرة والد باني وللأسف بيكتشف إن والدها اتعرض لحادثة وإنه دلوقتي في المستشفى. بيجروا على هناك فورا وبيعرفوا إن والدها محتاج عملية جراحية ضرورية لكن مفيش مستشفى بتبقى فاضية تستقبله. جيول وقتها ما بيبقاش قدامه حل غير إنه يتصل بجيون ويطلب مساعدته بما إنه غني وعنده نفوذ. جيون بيساعدهم فورا والعملية فعلا بتنجح والدكاترة بيقولوا إن في فرصة كبيرة إنه يتعافى تماما. بعد العملية باني بتشكر جيون على مساعدته. بعدها جيول بيعتذر لباني لأنه خبى عنها شغل والدها الجديد وبيقول لها إنه حاسس بالذنب لأنه ما قدرش يساعدها أكتر. بس باني بتشكره من قلبها على دعمه النفسي وبتقول له إنها ممتنة لكل حاجة عملها عشانها خصوصا إنه كان جنبها وقت ما كانت محتاجة له فعلا. بعد كام يوم والد باني بيخرج من المستشفى وبيعزموا جيول على العشاء عندهم. جيول بيساعد في تزيين شجرة الكريسماس وده بيأثر في والد باني جدا وبيخليه يحبه أكتر. في اللحظة دي والدة باني بتنزل تشتري تورتة وبتقابل جيون واقف قدام البيت. بتعزمه عشان يدخل يقعد معاهم لكنه بيرفض. بتستغرب من تصرفه وبتروح تحكي لباني فباني بتنزل تتكلم معاه بره. جيون وقتها بيعرفها إنه مسافر لنيويورك وبيودعها. باني من ناحيتها ما بتقولوش إنها هي كمان رايحة نيويورك عشان المنحة وده عشان تتجنب أي توتر أو مشاكل. ولما بترجع البيت مامتها بتسألها كان عايز ايه فقالت لها انه كان بيودعها عشان مسافر لنيويورك. جيول اول لما سمع نيويورك بدأ يتوتر ويحس بإحساس مش مريح. بعد العشاء جيول بيصارحها انه مش مرتاح لفكرة سفرها وبيسألها لو ضروري انها تسافر. باني بتطلب منه يثق فيها وبتوعده انها مش هتقابل جيون هناك لكن رغم كل محاولاتها عشان تطمنه جيول بيحس برضه بإحساس مش كويس. باني بدأت تحس بالحيرة ومش بتبقى متأكدة إذا كانت فعلا لازم تسافر ولا لأ فقررت تلجأ لمامتها وتتكلم معاها ومامتها نصحتها تمشي ورا قلبها وتعمل اللي تحس انه الصح ليها. تاني يوم
باني راحت لجيول في بيته وقالت له إنها لازم تسافر عشان المنحة، عشان ده كان حلم من أحلامها، ولو ما سافرتش ممكن تندم طول عمرها. طلبت منه يثق فيها بس هو كان لسه متردد ومش قادر يديها الموافقة الكاملة. باني سألته بشكل صريح إذا كان ده معناه إنهم هينفصلوا، لكنه ما ردش، فطلبت منه يفكر كويس ويبلغها بقراره قبل ما تسافر. في يوم سفرها اللي كان نفس يوم المسابقة اللي بيشارك فيها جيول، باني بعتت له رسالة بتتمنى فيها يجي يشوفها قبل ما تمشي، لكنه ما ردش. في وسط المسابقة بدأ يفكر في كل لحظاته مع باني، وافتكر لما قالت له إن من أحلامها إنها تقضي يوم الكريسماس مع حبيبها، والنهارده بيبقى يوم الكريسماس. بعد تفكير طويل قرر يروح على المطار، لكنه وصل متأخر لأنها خلاص طلعت الطيارة، وقبليها كانت بعتاله رسالة كانت بتقول له فيها إنها ماشية، وطلبت منه يهتم بنفسه. وبكده بيخلص الجزء الخامس. استنونا في الجزء السادس والأخير، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.